السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اخواتي وحبايبي في الله، من احلى الفيديوهات اللي انتوا دايما بتقولوا لي ان احنا بنحبها. النهارده بقى انا ب 18 جنيه جبت الفطار. ازاي يا بسمة؟ دي تجربتي الشخصيه ويلا بينا اشارككم. اول حاجه جبت ب 3 جنيه جرجير، كانت 3 حزم جرجير، الواحده بجنيه، 3 حزم جرجير. وجبت ب5 جنيه عجينه و5 جنيه فول. طبعا في البيت انضف واوفر بكتير قوي، بس لو انتي ما كانش عندك ساعتها او حد مستعجل او حد جه من مشوار، فاحنا عايزين حاجة عملية وسريعة. وجبت ب5 جنيه مش تركي زي ما انتوا شايفين كده، اسمه عندنا كده مش تركي، ب5 جنيه، و5 فول و5 عجينة فلافل، وب3 جنيه جرجير. كده الاجمالي 18 جنيه. طبعا الفلافل لما بجيبها عجينة بيكون فيها وفر، وكمان الزيت بتقليها بزيت نضيف مش زي الزيت بتاع بره. هنا جيت اصور الفيديو راح النور قاطع، وبرضو الاصرار ومكمله، قلت هصور الفيديو يعني هصور الفيديو، بصور لكم الفيديو وهو النور قاطع. لكن الفيديو بقى عشان النور يجي زي ما انتوا شايفين كده. فضيت الفول حطيته في الطاسه او في الحاجه اللي انا هسخن فيها، وبايدي هون بقى، مش هقول لك خلاط او كب او هاند بلندر، مفيش كهرباء بقى، بايدي الهون كده. ببتدي ان انا اهرسه بقى بايدي الهون. حطيت طبعا ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، وشويه زيت. كل اللي احتاجتهم من البيت 2 حبه طماطم صغيرين وقرن فلفل بس، ولا اكتر ولا اقل. خضار كل اللي خدتهم من البيت 2 طماطم، واحدة فلفل رومي. هقطعهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ايه، قطعيهم ناعم هيكون افضل، ما تاخدوش على تقطيع لان انا مش بعرف اقطع الحاجة ايه صغيرة. انتي بقى لو شطورة قطعيهم بقى صغير. وبعدين هفضي عليهم المش التركي بتاعي، بيبقى مزز كده وطعم حلو بصراحة. هبتدي ان انا افضي كل الكمية واقلب المش التركي مع الطماطم مع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو لسه ما حطيتوش لايك للفيديو حطوا لايك واشتراك بقى وتفعيل الجرس واشتراك في القناة والحاجات الجميلة بتاعتكم دي. وطبعا دائما وابدا مش هننسى في كل حاجة بنعملها ان احنا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي. زي ما انتم شايفين كده حطيت في الطاسة حبة زيت مش كتير، وبقطعها، باخد كده بعمل خرم صغير في الكيس وباخد واقطعها بقى، وابتدي ان انا ايه انزلها في الكيس. طبعا عشان ما فيش اضاءة وكده والنور قاطع فتحس ان هي ايه محمرة شوية او واخدة لون. هي كانت جميلة وتحفة. وزي ما انتم شايفين كمية الزيت مش كتيرة، بس زيت نضيف غير الزيت اللي بره بتاع الشارع. هبتدي اخلص كل الكمية زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي نشوف فطارنا المتواضع اللي يدوب 20 جنيه كده. زي ما انتم شايفين ده المش التركي بالطماطم والفلفل، يدوب رشة خفيفة جدا من الزيت بحطها على الوش، وشوية كمون. طبعا زي ما قلت لكم الفول والفلافل في البيت اوفر بكتير، بس افرض واحده مثلا بتشتغل، واحده جايه من بره، كان اللي مخزناه كان خلص، فعايزين افكار عمليه وسريعه. يعني ده مره بس مش على طول ان احنا بنجيبه من بره. غرفت الفول في الطبق وبحط عليه عصره ليمون كده من فوق، وسنه زيت بسيطه وشويه كمون، وكده يبقى ايه الفول بتاعنا جاهز. والجبنه او المش التركي، والخضره طبعا غسلتها بشويه ميه وشويه خل. زي ما انتم شايفين دي السفره بتاعه فطارنا المتواضعه بتاعت النهارده. ودي الفلافل اللي احنا قالينها في البيت. عايزه اقول لكم لما بتجيبيها عجينه اوفر بكتير. وطلعت واحدتين بتنجان مخلل. طبعا انتوا عارفين عندي البتنجان المخلل ده اساسي، بجيبه بالكيلو والاتنين كيلو واعمله. ده بيبقى ما بين المخلل ما بين السلطه، بيبقى عملي وحلو جدا جدا جنب الاكل، وتكلفته مش عاليه على فكره. زي ما انتم شايفين هي دي السفرة المتواضعة بتاعتنا. ايه رأيكم في فيديو النهاردة؟ انا عارفة ان انتوا بتحبوا الفيديوهات دي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واكتبوا لي تحت في الكومنتات نعمل افكار زي كده للفطار او العشاء، اقتصادية عملي مع بعضنا. بتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل اضعاف مضاعفة. واشوفكم على خير، مع الف سلامة.